يعتبر اول محل في الزمالك. شربت الصنعه من والدي الله يرحمه، بالمشاهده اتعلمت المهنه. اكتر وقت بقى كانت مزدهره المهنه ديت في الخمسينات والستينات. اللي عنده حاجه قيمه بيستخسر يرميها لما يحصل له مشكله، فبيلجأ لمين اللي يحل له المشكله؟ الرف. في اقمشه بتتعالج بطريقه معينه، وفي بلوفرات بتتعالج بطريقه معينه، وفي سجاد ليه طريقه معينه حسب نوعيه الايه الحاجه. يعني في مثلا فرو بيتعمل، في صوف بيتعمل، في بيسون، في كنفاه، في سجاد عجمي بيتعمل. فيستاهل الواحد ايه يصلحه. سواء نسيج او بنركب قماش للمكان. المهم ان احنا بنعالج القطع. ممكن خرم صغير يقعد معايا ساعتين، وممكن خرم يقعد معايا مثلا ربع ساعه او نص ساعه، فحسب نوعيه الحاجه اللي قدامي. الابره اللي بشتغل بيها ما حدش يعرف يشتغل بيها. ليه؟ لانها ضيقه ورفيعه جدا زي شعرايه الراس. الابر الاصليه اللي احنا كنا بنشتغل بيها انجليزي. دلوقتي مفيش ابر انجليزي، بنستعمل الابر الصيني. الابر الانجليزي الليونه بتاعتها اعلى من الصيني. شغل موسمي. شغل الصيف بيبقى اضعف من شغل الشتاء. في الشتاء بيحتاج الملابس الثقيله والكلام من ده، وشغل الملابس الثقيله بياخد وقت عشان العته. في حاجه اسمها العته، لما بتخزن الحاجه بتخزين مش مظبوط بتكتر فيها العته. من المهنه اللي بتنقرض لان ما حدش بيتعلمها دلوقتي خالص، لانها مش مجديه.